مساء الورد. أرجو نشر هذا الفيديو عشان أنا وإنتوا بنجرب حاجة كده. أنا عن نفسي جربتها، بس عايزة أشوف إنتوا هتحسوا بإيه بعدها. هجرب على التليفون بتاعي ده. شايفين التليفون الصغير ده؟ اعتبروا إنه ده الآيفون أو الأندرويد اللي معانا. هنا المفروض فيه كاميرا، صح؟ وفي سنسورز على اليمين والشمال، استشعار. عايزاك بعد ما تخلص الفيديو تغطي لي السنسورز دي، غطيها خالص. انا بقالي اسبوع بعمل اللي بقول لكم عليه ده، قافله السنسورز اللي على اليمين والشمال. ولو تليفونك فيه خاصيه ان هو يعمل اوف الاستشعار اللي هي السنسورز دي، اقفلها. انا ما اعرفش كل واحد عنده تليفون ايه. من وقت ما قفلت السنسورز وبدات ان انا سكرولينج في التيك توك او في السوشيال ميديا، حسيت باختلاف كبير قوي، حسيت براحه بقالي سنين ما حسيتهاش. في فيديوهات وانت مش عارف ولا واخد بالك كل ثانيه بتعمل فلاش بالاستشعارات او السنسورز دي، وتاخد صورك كل ثانيه اللي هي اقل من الثانيه. مش بس كده، في برضو منهم اللي بيعمل مسح او مونيتور، يعني بيتتبع العروق اللي في وشك. انت معتقد انك بتمسك التليفون او الموبايل عشان تشوف العالم، لكن الحقيقة هي ان انت ماسك التليفون عشان العالم هو اللي يشوف. عشان ابقى واضحة مع حضراتكم كالعادة، I didn't go further. يعني ايه يا رانيا؟ يعني ما جربتش ان انا اغطي كمان الكاميرا اللي هي في التليفون من قدام. ممكن حضراتكم تجربوها وانا كمان هجربها لو انت مش بتستخدمها. غطيها هي كمان وقولي هتحس بايه. عايزين نجربها فترة من الزمن. ماذا لو ان الاختراق اللي قاعدين يخترقوا بيه ترابتينك ليفت رايت سنتر، السر هو التليفون؟ وما اعتقدش في حد هيختلف معايا في ده. بل انا كمان فكرت اكتر. امراضك، افكارك، احاسيسك كلها عن طريق الاستشعارات اللي مغرقه ترابتينك. كل ثانيه وكل لحظه انت فيها قاعد على النت هو عمال يفلش فيك ومفصصك. جربوا اللي بقول لكم عليه ده، مش هتندموا. وانشروا الفيديو. احنا بنعمل كل حاجة في الدنيا وبنضيع وقتنا على الولا حاجة. طب نجربه كده في حاجة ممكن تساعدنا كتير قدام. كفاية كده؟ اعتقد كفاية كده. شكرا.